الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jemaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Baraduddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Ahad malam Senin 1 Oktober 2023 Masehi atau bertepatan dengan 14 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Marilah bersama-sama kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan yang telah dikumandangkan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Nur Majid SPDI dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Ibrahim LCM AG Al-Hafiz. Dilanjutkan dengan cawisan bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Amiruddin Kai Musim Ansori dengan pembahasan tafsir Al-Quran Kitab Jalalain. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, para jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan menitipkan barang-barang milik jemaah pada tempatnya. Dan kami himbaukan kepada para jemaah yang berada di saf pertama untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir selesai. Demikianlah harap dimaklumi kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله على ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تصفيق الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا. Terima sekalian, rakaat pertama sujud tilawah. Rakaat pertama sujud tilawah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون الله أكبر
الله أكبر. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله 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 عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء القول والعمل والنيات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا شر الآخرة. غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bismillah, bismillah, bismillah. Maju dek. Maju sini dek. Kau tu. Maju, maju. Yang tafsir maju. Yang jauh. Yang dekat. InsyaAllah. InsyaAllah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah. للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته إلى أرواح العلماء العاملين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين ولا سيما لمؤلف هذا الكتاب شيخ جلال الدين السيوطي والشيخ جلال الدين المحلي والشيخ محمد بن إدريس الشافعي ومحمد بن إدريس الشافعي وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي والشيخ عثمان بن أحمد بن شاكر ولكافة العلماء العاملين والشهداء الصالحين والأئمة المجتهدين والصوفية المحققين ونخص خصوصا لأرواح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وإخواننا وأستاذنا ومعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وجعل الجنة مثواهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأمته ومن والاه. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأمته مصباح الظلام. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى وكذلك اليوم تنسى إلى آخر الآية. صدق الله ورسوله. معاشر الحاضرين وكافة المستمعين, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, jamaah salat maghrib isya jamaah tetap majelis ta'lim tafsir Al-Quran Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo atau Masjid Agung yang insyaallah mudah-mudahan dirahmati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bersyukur kepada Allah dengan banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, bersalawat kepada Nabi dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Alhamdulillah, malam hari ini baru saja kita menunaikan salat maghrib berjamaah di malam yang ke-15. Malam pertengahan ya. Malam pertengahan bulan Rabiul Awal. Malam pertengahan bulan Rabiul Awal. Di tengah-tengah umat Islam memperingati, merayakan atau mengenang kembali hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beberapa hal yang harus kita harapkan. Yang pertama adalah syafaat. Syafaat pertolongan Nabi, ya. Sebab satu-satunya manusia yang mendapatkan hak prerogatif, hak istimewa untuk memberikan syafaat itu tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa sahibu syafa'atil uzma. Wa huwa sahibu syafa'atil uzma. Beliau adalah pemegang utama untuk memberikan pertolongan. Yang ditolongnya itu adalah kita umat beliau. Nah, dia yang berhak mendapatkan syafaat itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau satu-satunya yang mendapatkan gelar Al-Ma'sum. Al-Ma'sum yaitu terpelihara dari dosa. Dia terpelihara dari dosa. Adapun nabi-nabi yang lain dan apalagi manusia yang lain termasuk keluarga beliau tidak mendapatkan jaminan mendapatkan gelar maksum. Dia apalagi zuriat keturunan beliau. Ini yang perlu kita luruskan, ya, bahwa beliau punya keturunan yang dianggap maksum oleh Tabu Salah. Siapa Tabu Salah itu? Oleh Musa. Indonesia itu keturunan Nabi, ya, mulai dari Hasan, Husain, terus sampai Ali Zainal Abidin, Ja'far Shadiq, Mustafa Karim, As-Sajjad, sampai ke Imam Mahdi. Sampai ke Imam Mahdi. Imam Mahdi benar Habib Mahdi. Imam Mahdi ini masih masuk. Terpelihara dari dosa. Menurut kajian kita ahli sunnah wal jamaah bahwa yang masuk itu adalah hanya Nabi kita Muhammad sampai di dalam Al-Quran asbabul nuzul daripada Allah SWT itu kedatangan seorang yang bernama Abdullah bin Maktum. Jadi Abdullah bin Maktum ini seorang sahabat yang kebetulan butuh, ya. So memang tujuan yang terkait dengan jadi Nabi kita itu didatangi oleh beliau itu Abdullah bin Maktum. Akan tetapi Nabi kita itu bukan bersalah, tetapi tidak sengaja melengos. Waktu Abdullah bin Maktum datang, Nabi kita itu tidak sengaja melengos. Dapat turun dari ayat firman wahyu. Apa tujuannya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla. Kenapa kau memalingkan muka? Ya, kenapa kau curut? An ja'ahul a'ma. Ketika datang seorang yang buta yang bernama Abdullah bin Maktum. Itu berarti
sabar kalian tambah tentu kaya miskin pejabat rakyat biasa warga biasa sama jangan dia datang tuh miskin tidak tahu kapan dia datang tuh yang hebat karena main karena main di pohon si bonyo sekarang disiapnya itu boleh dalam Islam melalui kita kata-kata itu ya kalau yang datang apalagi kalau yang datang tuh calon mulai ya lomba saya ini ada berapa jadi kita dapat dari dalam ya sebab kalau kamu datang ke rumah kita itu datang rezeki rezeki ya tidak ada baik apabila kamu datang ya rezeki datang yang tuan rumah itu dengan rezeki yang bawahnya wa ila kharaja kalau dia keluar dari rumah kita kharaja di bawah kita keluar dari bawah dosa kita makanya kita harus bersedekah untuk menerima tamu ya bukan cuma menerima tamu akan tetapi beliau dengan kemampuan masing-masing akhir baik walau tidak sirma ya akhir baik walau tidak sirma mulia dalam itu walaupun dengan selas baju ya caranya cara kita menghormati dia itu yang ketiga kalau dia punya hajat ngomonglah orang apa ya kalau dia asal pertama enggak kalau dia ada rasanya ada cepat ngomong nanti cepat ngomong nanti supaya dia senang hati jangan dia dibuat lama dia merasa 100.000 200 juta dia dibuat lama dulu kiri ini sekolah dia ada orang sakit lah dia belum pikir aku tapi kalau jadi kau tidak dapat tunjuk polos itu dia kalau dia saudara dengan kota mikir kali galaknya dia mudah-mudahan tapi sama ya nah baik jadi mana ayat tadi tinggal di hotel Azhar tadi. Oh, itu akad tadi. Baik, Bapak ini bulan Maulid ini luar biasa. Ini sahabat-sahabatnya ini luar biasa ya. Yang aku Maulid ini dari manusia maju dulu. Asal masih. Ada ayat. Apalagi kalau kamu dari Arab ini pada kumanan betul-betul itu naik udara. Orang-orang istri nambah lagi 20 jadi 60 ada orang-orang 10 lagi lagi begitu kira segi modelnya apa aslinya ya mereka bertahan rezeki bersama kalau mau ini satu saat nah kita dari ya rezeki itu artinya bukan duit yang datang kalau datang rumah kita bukan duit yang datang tapi kesulitan ini mudah kesulitan hidup kita jadi mudah jangan diartikan kata rezeki tamu kata rezeki terlalu tambahan jadi sampai kalau kamu datang kamu bawa rezeki kalau saya tunggu Kagak kamu dulu mantap dia kata mau begini. Ya, sebab rezeki itu maknanya luas. Makna rezeki luas. Ada nyerapang, sulit kesulitan juga. Ya, sekarang ini rezeki kesehatan rezeki. Insya Allah dengan sehat ini kita nama kepada ya. Baik. Untuk mengenai berkah pada hari ini kita akan membaca sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Surah inilah yang menyebabkan Sayyidina
Rasulullah. Ya, Rasulullah ini negara yang masuk Rasulullah dapat menjadi hidayah sesuai dengan asbabul nuzul, sesuai dengan doa Nabi, ya, apa doa Nabi? Allahumma qawwil Islam bi ahadil umaraini. Allahumma qawwil Islam bi ahadil umaraini. Ya Allah, kuatkan Islam ini dengan maksudnya salah satu yang berumar. Umar itu apa? Preman. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu adalah Abu Jahal. Umar bin Khattab ini adalah sahabat yang berangkat mertua Nabi. Anak Umar bin Khattab ini namanya Hafsah. Hafsah inilah yang jadi Nabi yang berapa itu setelah Aisyah. Khadijah, Aisyah, Hafsah, Zainab terus sampai 9 bini Nabi. Nah, 9 bini Nabi ini cuma siko yang gadis. Siapa itu Aisyah? Aisyah itu adalah anak daripada Abu Bakar Siddiq. Setelah meninggalnya Khadijah, itu adalah perintah Allah. Perintah Allah. Jadi dalam pada yang meninggal, wafat, turun dari langit semacam daun. Madinah ya, daun. Nah, daun itu ada wajah, ada raih dino. Ya, kalau dia oh ini siapa? Bukan. Ini adalah anakku. Ya, ya Allah kepada Nabi. Aku diperintahkan oleh Allah untuk kawini Aisyah ini. Apa aja tanda-tanda dikawinnya ini supaya mengeluarkan hadis-hadis yang ada hubungannya dengan kebetulan, kewanitaan, pokoknya masalah warna libas, istihadat dan lain sebagainya. Hubungan laki bini, makanya ada sahabat Nabi yang tadi dengan Aisyah. Tapi ini setelah Nabi dengan Aisyah, Mano agak ada dia. Ini sebenarnya kurang lengkap untuk dijawab ini. Ya, kata-kata ya Aisyah, Mano hubungan kau dengan Rasulullah, hubungan badan maksudnya dia, hubungan badan. Tapi ini sama dengan oleh sahabat ini. Tapi Aisyah jawab inilah keduanya. Nabi mau bersuara dengan Aisyah itu supaya tahu dia hukumnya itu, supaya tahu cara hubungan. Apa caranya? Ada kami tahu cara bagaimana Nabi hubungan dengan bini-binian. Bukan ada. Justru masuk ke saudara juga dari pagi dari subuh. Jadi nurul akhlak ya, akhlak Nabi. Tapi kalau itu dihubungin kalau yang itu tidak turun gitu, tidak bakalan turun gitu. Yang pertama ya Aisyah sebelum kami hubungan kami memang dulu. Ya. Yang kedua baca. Saudara semua baca. Cari ada rasanya. Caranya memang. Malah langsung. Malah kita baca tadi. Yo, mesti dibaca. Apa kita dan apa? Baca itu bismillah. Apa kita baca dulu apa? Bismillah baca. Oh, gitu. Allahumma jannibni syaitan wa jannibna mimma razaqtana. Kadang-kadang kokoh itu apa boleh kokoh kecil. Itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, ini ada turun jadi. La arahu wa la yarani. La arahu wa la yarani. Jadi yang tadi tengok alam kita
jangan saling bingung. Mau tabur ini pun tak puas sudah bingung itu. Tapi asal kita ni yang mana itu itulah doa Aisyah. Nabi kita itu mempersulikan Aisyah itu muda ya, beria umur 9 tahun. Supaya apa? Mengeluarkan hadis yang ada hubungannya rumah tangga, yang ada hubungannya keluarga ini, darah, nifas, sisi Allah, warna, darah. Tidak ada itu keluarganya. Bukan apa bukan sifat dia. Apa betina itu kalau muda cerdas yang wanita, terutama simpanan begitu tahu dia. Iya, coba kalian bini orang tua muda dan makanya bini yang tua itu gampang bohongi, dia gampang dihormati. Kalau anak bini tua itu makanya kalau bini yang tua tapi muda dah. Aku nak tanya lah. Allah al-Zikri baik dalam ayat surah ayat Allah berfirman, wa man a'rada 'an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, 'anil huda. Al-Qur'an ini banyak nama. Yang pertama Al-Kitab, lima sunnah kita tidak huda. Nama sebenarnya nama kitab Al-Qur'an dari kitabu la raiba fi. Kitab itu tidak ada keraguan. Kitab itu adalah Al-Qur'an. Apa sebenarnya Al-Qur'an nama kitab? Karena pokoknya deh. Karena wajib. Karena ada tulisannya. Kitab tulisan. Ya. Umpamanya tulisannya itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka Al-Qur'an itu dinamakan kitab pertama tulisan. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Kadang-kadang Qur'an juga dinamakan dengan Qur'an. Asal katanya dari qara'a yaqra'u Qur'anan. Ya qara'a yaqra'u Qur'anan. Artinya dibaca. Kalau Al-Quran ini wakilnya cuma duduk di lantai tidak dibaca, berarti bukan Quran namanya. Itu namanya album keluarga. Ya, bacaan deh. Makanya kita itu dinamakan Quran siap diisi. Siap mestinya siap tadi. Nah itu harus dibaca. Ya, dibaca. Kadang-kadang Al-Quran namanya apa? Az-Zikra. Zikra itu artinya peringatan. Bagi siapa? Wong yang lalai. Nah, ya. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang menurunkan zikra. Zikra itu Quran itu. Sebab apa? Sebab berfungsi sebagai pengingat. Ingatkan kita. Oi kamu-kamu yang lalai. Ya, harus sadar kita apa masalah seorang murid itu kita sampai dia ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal muslimin wa lam nut'imul masakin wa lam nut'imul miskin. Ada neraka namanya neraka saqar. Untuk siapa ini? Pertama wong yang tidak sholat. Ya, ditanya masyarakat kompi saqar. Nah, kalau ada masuk neraka saqar ya. Kalau mereka berkata, lam naku minal muslimin. Kami tidak sembahyang, kami tidak sholat, walam nut'imul miskin. Kami tidak pernah sedekah. Dulu kami sayang dengan duit, kami ini jodoh dengan getah.
benar yang salah dan yang haram. Al-Quran katanya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan, membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jelas itu. Ada Quran yang jelas itu. Jelas hukumnya. Dia dagang boleh. Di mana? Di pasar silakan. Tapi yang diharamkan riba. Riba itu artinya nambahi. Nah, ya. Minjam 10 balik 2. Nah, kalau dapat 12 sebenarnya minjam 10 balik 12. Itu namanya riba. Nah, riba itu paling kecil saja sama dengan berzina dengan rumah dewe. Allah, alhamdulillah ya. Jika anak-anak kedua itu tidak pernah. Ini yang kedua lebih nah. Kami juga ya nabung di bank pensiun nasional. Nanti aku wajib. Kamu sangat nanti aku wajib jangan milih-milih besar dulu. Ini dari bunga yang paling besar. Ini kan dari batu. Riba ya. Alhamdulillah ya. Tidak pernah aku di bank nasional. Bank syariah juga tidak. Iya, kita lagi cek lautan. Kabarnya kalau sebetulnya ada baca ini. Apa 200 juta? Namun di bank Indonesia ada 200 juta atau banyak ini. Main 60 atau 60 juta. Dulu apa boleh banyak. Rumah bebas. Nah, apalagi kamu ini pinjol aja. Pinjol. Jadi yang pinjol yang mana kok? Kalau dari itu banyak yang dulu dari mana? Iya, gara-gara itu tadi. Yang bayar itu begini kita pinjol dari itu kita tahu. Karena itu dia khususnya tukang ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama al-furqan. Artinya pembeda antara yang halal dan yang halal dengan yang haram. Ini namanya zikra. Kadang-kadang bernama al-huda. Al-huda itu artinya apa ini? Petunjuk hidayah. Makanya Quran itu Al-Quran lahul asma. Al-Quran itu banyak nama. Di samping Al-Quran namanya dari kata Al-Quran yang harus baca. Yang kedua kitab ada tulisan. Yang ketiga adalah al-zikra sebagai peringatan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan al-zikra Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Kami yang memelihara Al-Quran. Siapa yang punya kami? Siapa? Allah. Ya Allah. Apa nak Allah yang punya kami itu? Mestinya anak. Jadi bahasa seperti baiknya di Al-Quran ini. Kadang-kadang di luar ilmu nansor. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara Al-Quran. Kalau nanti tertolaknya kami itu aja lebih dari situ. Ya, benar. Ada membantu Allah, baca Allah itu ada yang membantu menurunkan Al-Quran. Padahal Allah yang membantu. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaga Al-Quran. Apakah Allah itu punya pembantu? Apakah Allah itu punya bodyguard yang menjaga Al-Quran ini? Ternyata Bapak Ibu, ini adalah cara Allah mendidik kita. Nah, ya, mendidik kita jangan sampai anania itu artinya keakuan, egois. Baca Allah menyatakan ini anzalul Quran wa inni lahafizun. Sesungguhnya aku
sombong. Itu Allah baik tidak sombong. Padahal Allah itu berhak sombong. Wa libasul kibriya huwa Allah. Pakaian kebesaran kesombongan itu tak ada lain yang patut dipakai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya, tapi Allah yang sombong pada diri kita ni. Jangan sombong kamu. Umur kamu berapa? Umur kamu tidak sampai ratusan tahun. Di bawah 80, di bawah 90, lakukan baik kalau kamu itu. Saya kata Allah Subhanahu wa. Jangan kamu sombong kamu. Ilmu yang kamu ada itu telefon dari aku. Kamu baca ceramah dari aku. Kalau dah baca ngomong mau nak ceramah kamu. Iya. Oi, kamu yang hafal Quran dari aku sini nak. Rahmat aku. Ya Allah dia. Kalau bukan rahmat aku memudahkan kamu menghafal Quran, dapatlah baca kamu menghafal Quran. Benar tidak? Nah ini usia dan kawan-kawan dari mana ini maulid ini apa mungkin sunnah ya? Siapa mungkin sunnah ini? Ya Allah mudah-mudahan kita dapat berkah ya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ini apa yang sombong ya? Kalau kita sombong bagaimana ditolong oleh Allah? Kalau kita mampu berhati diri yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan derajat martabat kedudukan kita insyaallah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Alhamdulillah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا اللهم انا نسالك كما نبي محمد المرسلين الى الملائكه المقربين اللهم اغننا بعلمك ونسينا بالحلم واكرمنا بالتقوى واجبنا بعافيه يا ارحم الراحمين سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Foto dia tahu. Okey. Syariah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang. Hari ini Ahad malam Senin 1 Oktober 2023 Masehi atau bertepatan dengan 15 Rabiul Awal 1445 Hijriah. Marilah bersama-sama kita melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan yang telah dikumandangkan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nur Majid SPDI dan imam yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ibrahim LCMAG Al-Hafiz. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah pada jemaah, diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan menitipkan barang-barang milik jemaah pada tempatnya. Dan kami himbaukan kepada para jemaah yang berada di saf pertama untuk tidak meninggalkan safnya sampai doa dan zikir selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأنمها ما دامت السماوات والأرض اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين سووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة استقيموا واعتدلوا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما
الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.